السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنحل السؤال العاشر. ولكن السؤال اللي عليه الدور هو سؤال بريميوم وانا مش مشترك فبالتالي هو لوكد عندي. آه عشان كده هنجامب ونخش على السؤال اللي بعده على طول. ولكن اللي حابب يشير معانا البروبلمز دي في الكومنتس ونحلها مع بعض سوا. ده هيكون شيء لطيف يعني مفيش مشاكل. هو هيكون في كام بروبلمز منه. اوكي، هيكون في 5 problems فده هيكون مش كبير، عدد مش كتير يعني. ف اتس اوكي يعني. فتعالى نخش بقى نشوف السؤال اللي عليه الدور. ولو لاحظنا هيكون ميديوم، فعرفوا كده نكون متحمسين معايا ونشوف السؤال بيقول ايه. اوكي. السؤال اسمه نوس هايست سالاري. هو عايز اللي هو الاندكس المعين اللي هيديهولك تجيب لي الاعلى سالري فيه. طيب right solution to find اللي هو ال most highest distinct salary from the employee. فهو هيدينا السالري يعني نبص كده. السالري ده هيكون فيه 100 و200 و300 والان ب2. فبالتالي هيكون فيه 300 200 100. ما هو اعلاهم 300 200 100. مين الرقم التاني في التوب؟ هو ال 200. فبالتالي رجع لنا ال 200. لو ان ال n دي اقل من اللينس اللي في السيريس، فبالتالي رجع ايه؟ رجع نقطة. يعني ايه؟ يعني مثلا هنا في عندي قيمة واحدة بس، وهو طالب التوب التاني، فهو كده مش هينفع. فبالتالي هيرجع نقطة. تمام؟ اوكي، هو سؤال بسيط خالص. الفكرة نعمل ايه؟ الفكرة ان احنا عايزين نمسك السالري دي، نسورت descending من كبير للصغير، ونشيل الدبليكيتس عشان هو بيقول لك هنا distinct. اوكي. و ونجيب بقى القيمة اللي هو عايزها رقم ان دي. والله لو هي موجودة خلاص هاتها، لو مش موجودة نقط. فمن غير كلام كتير كده تعالى نبص على الكود. اوكي. لو قلنا ان every of السالري وعملنا لها sort descending ascending وخليناها false. ونشيل كمان الزيادات اللي هو نخليها يونيك، فهنعمل لها دروب duplicates. تمام. طيب القيمة اللي هتطلع دي وليكن مثلا هنخزنها في السالري. اوكي كده احنا معانا القيم اليونيك فاليوز ومترتبة descending. احنا دلوقتي عايزين ايه؟ عايزين نجيب القيمة اللي هي رقم n اللي هو مديها لي. طب دي هنعملها ازاي؟ والله مثلا احنا هنقول له ايه؟ وليكن مثلا يعني هنخلي مثلا القيمة اللي احنا هنخزنها في اللي معانا دي نخليها اكس مثلا. هنقول له ان الاكس دي بتساوي السالري. اوكي. دوت الاي لوك. اي لوك دي اللي هو لو انت عايز تجيب اندكس معين تبقى بالاي لوك. طيب هتبقى هنا ماينس 1. ليه ماينس 1؟ عشان احنا عندنا اللي هو الزيرو بيز. طيب ده هيكون امتى؟ والله لو في حالة إن ال n أقل من أو يساوي ال n للإيه؟ للسالري. طيب else خلاص قول لي إن ال x بتساوي نون. أوكي؟ طيب أنا كده معانا الإيه؟ القيمة اللي إحنا هنحطها جوه الداتا فريم. طب الأول بشكل عامل إزاي؟ في كولومز نسميه اللي هو الاسم ده والقيمة بتاعتها. طيب فإحنا محتاجين نعمل إيه بقى؟ محتاجين اللي هو نقول له خلاص نقول له مثلا إيه؟ البانداز للداتا فريم. اوكي. ونقول له اسم الكولومز اللي معانا هو ده، ولكن هنشيل بقى الاثنين دي ونخليها ايه؟ n. جميل.
بس كده هنحط فيها. طبعا ليه حطينا السكوير براكتس دي؟ علشان ناخدها as list. اوكي، و 130. تعال نبص كده. accepted. طيب تعال كده نسبميت. اوكي في wrong answer دي جايب لي minus 1. الارجيومنت عندي minus 1. لول. اوكي طيب هو ممكن يديني اصلا عدد اقل من الايه؟ اقل من زيرو. فاحنا قايلين ان هو لو آه لو هو قل، فطب بالتالي انت عندي هنا اللينس اصلا 3 وهو اداني سالب واحد، فبالتالي هو فات الحته دي وجاب لك ماينس 1. ف حاجه زي كده ممكن هندلها ازاي؟ مثلا ممكن اللي هو ايه، ممكن مثلا اوكي ممكن مثلا ايه نعمل رينج كده اللي هو خلاص لو هو اكبر من الاكبر من او يساوي الزيرو. اوكي انا بس غلطت في حته اللي هو اللي احنا سويناه بزيرو، اصلا ما ينفعش نسويها بزيرو، يعني هنا اصلا بنتشيك اللي هو ايه ان ماينس. فاظن كده هتبقى كويسه. اوكي اكسبتد. آه شكرا، مع السلامه.